قلب الطبيعة الهادئة وبين الصخور التي تبدو عادية للوهلة الأولى يظهر هذا المجسم الغريب، كرسي من حجر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل هو مجرد تشكل طبيعي أم أنه رسالة قديمة تخفي سراً لا يقدر بثمن؟ منذ القدم كان الكرسي رمزاً للسلطة والمكانة، لم يكن ينحت أو يصنع عبثاً، بل كان يخصص لأشخاص ذوي شأن كبير، ملوك، قادة أو أصحاب نفوذ. ولهذا عندما يظهر مجسم كرسي في الطبيعة، فإن الكثير من الباحثين في علم الإشارات يربطونه مباشرة بمواقع دفائن مهمة أو قبور ذات قيمة عالية. لكن ليس كل كرسي كنز. هنا تبدأ الحكاية الحقيقية. انظر جيداً إلى هذا المجسم. هل تلاحظ شكل المقعد؟ هل الظهر واضح ومحدد؟ هل هناك استواء في السطح يوحي بأنه منحوت؟ هذه التفاصيل ليست عشوائية، ففي التحليل التكنيزي يعتبر ظهر الكرسي هو المفتاح الأول. اتجاهه قد يدل على مكان الهدف أو الجهة التي يجب البحث فيها. أما مكان الجلوس فهو أكثر نقطة حساسة. في بعض الحالات يكون أسفل المقعد مباشرة هو موقع الهدف، خاصة إذا كان السطح مستوياً بشكل غير طبيعي. لكن لا تتوقف عند هذا الحد. تفحص محيط الكرسي. هل توجد إشارات مرافقة؟ جرون صغيرة، سيالات، صخور مميزة قريبة؟ لأن الإشارة القوية لا تأتي وحدها، بل تكون جزءاً من منظومة متكاملة. وهناك أمر مهم يغفل عنه الكثير: موقع الكرسي نفسه. هل هو في مكان مرتفع؟ هل يطل على واد أو طريق قديم؟ هذه المواقع لم تكن تختار عبثاً، بل كانت مدروسة بعناية. والآن نصل إلى النقطة الأكثر إثارة: هل هذا الكرسي حقيقي أم من صنع الطبيعة؟ الطبيعة قادرة على نحت أشكال مذهلة، وقد تخدع حتى أصحاب الخبرة. لكن عندما تجتمع عدة عوامل: شكل واضح، زوايا شبه مستقيمة، موقع استراتيجي، هنا يبدأ الشك يتحول إلى احتمال. تخيل فقط أن هذا الحجر الذي تراه قد يكون بوابة لسر مدفون منذ مئات السنين. والآن جاء دورك. دقق في الصورة وقل لنا رأيك بصراحة. هل ترى كرسياً منحوتاً بإتقان أم مجرد صخرة شكلتها الطبيعة بطريقة غريبة؟ اكتب رأيك في التعليقات. ولا تنسى، أحياناً أبسط الأشكال تخفي أعظم الأسرار.